السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا صحابي؟ النهارده هنبدأ في منهوى جديد على القناة، والشخص اللي ظاهر قدامكم ده بطل القصة واسمي طاي. اتمنى تستمتعوا معايا برحلتي من كوني اضعف صياد في المدينة الى اني ابقى اقوى حاكم فنون قتال. اسيبكم مع الفيديو. تبدأ قصتنا ببطلنا وهو باين عليه التعب، وكان شايل حاجة تقيلة شبه التلاجة كده، واخيرا يطلعها ببيت في الطابق الرابع. ويكون بطلنا اسمه جين تاي كيونج، عنده 27 سنه، ويكون صياد من الرتبه اف. زي ما احنا متعودنا في كل المنهوات او المانجا ان الصياد اللي رتبته اف ده بيكون حثاله من الاخر ملوش لازمه، ويكون بيكلم صاحبه اللي عنده في البيت ويقول له انت مش باصص للموضوع صح. صاحبه ده يكون اسمه سونج جين وو، وعنده 30 سنه وفاشل جدا لدرجه انه عاد الامتحان الجامعي لمده 7 سنين. والشخصين دول يا اصدقائي هيكونوا مطولين معانا في القصه، فعشان ما افضلش اقول اسمهم ثلاثي كل ما وش حد فيهم يجي، البطل هنقول عليه تاي وصاحبه جين وو. يلا نكمل قصتنا. ويكون صاحبه ده بيضايق تاي ويقول له بص يا تاي اخويا، انت قمامه، انت عارف انك قمامه وانا عارف انك قمامه والمدينه كلها عارفه انك قمامه، فما تحزقش قوي، كده كده الموضوع منتهي. ويكونوا بيتكلموا على الجهاز اللي جايبه تاي، ويكون تاي هيعيط من كلام صاحبه لانه محتاج فلوس جدا ومحتاج يقوي نفسه، بس يكون متغاظ من صاحبه جدا ويتعصب عليه. جين وو هنا يخاف منه ويقول له انت صياد، اي نعم من الرتبه اف، بس صياد في الاخر، فلو هاجمتني نقابتك هتطردك. يقول له بطلنا وهو حزين ما هم طردوني النهارده فعلا، اول ما خطوت للعمل القائد قال لي انه شاكر جدا لكل اللي عملته ومش هكون معاهم تاني. ويبدا بطلنا يحكي انا كنت صياد زي والدي متوفي، ومع ان ما عنديش اي موهبه في الصيد وبالتالي كنت صياد من الرتبه اف، لكن كنت فخور بنفسي وبعمل الشاق، وكنت قادر ادفع لامي فلوس المستشفى والادويه، وقادر ادعم اختي. لكن دلوقتي كل حاجه بنيتها خلال ال7 سنين الماضيه ما بقاش ليها لازمه. يكون جين وو متاثر جدا وهتنزل منه الدموع. طي يستغل الموقف يقول له طب حس اني صعبت عليك، هننزل الحانه وتعزمني على مشروب. ويقتنع جين وو وينزلوا فعلا، ويتنقل بينا المشهد ونبدا نعرف ايه اللي حصل في العالم. في بدايه عام 2015 تظهر بوابات من العدم في جميع انحاء العالم، والبوابات دي يطلق عليها الزنزانات، يكون بيخرج منها الوحوش من عالم تاني. ولكن البشر حصل لهم عمليه استيقاظ لقواهم وبداوا يشتبكوا مع الوحوش، وحصلت معركه ما بينهم. وتمكن البشر في النهايه من وضع حد للوحوش من خلال قتل الملك الشيطاني اسموديوس، وتكون الحرب ما بينهم فضلت 5 سنين. بعد كده الوحوش توقفت تطلع من البوابات، وحصل العكس تماما. الصيادين بقوا هم اللي يخشوا يصطادوا الوحوش ويحصلوا على غنائم ويبيعوها. والصيادين هم اناس مستيقظين تجاوزوا قوتهم الحدود الطبيعيه للانسان، وبيتم تصنيفهم حسب قوتهم اللي استيقظت. وبطلنا زي ما احنا عارفين يا حبه عيني بيكون في اقل مستوى وهو المستوى اف، وملهوش اي لازمه. يعدي بينا الزمن ويجي مشهد ليهم هما الاتنين في البيت، وجين وو مغمى عليهم وما بيفوقش، وطي يقعد على الارض ويبص ويفتكر الجهاز اللي هو جابه، وبيقول ممكن ابيعها واشتري بثمنها اكل. لا لا لا، انا كسلان جدا، انا هتخلص منها وخلاص. وبعدين بدافع الفضول لقى الزراير في الجهاز، قال اما بس ادوس عليه اشوف هيحصل ايه، يعني اكيد مش هيحصل حاجه. ويلاقي الجهاز فتح وجواه كتالوج مكتوب فيه ان الجهاز ده محاكي واقعي مصنوع من سنه 2020، وتكون دي السنه اللي الحرب انتهت فيها بين البشر والوحوش. لكن في اخر الكتالوج فيه تحذير مهم، بيقول ان اللاعب اللي هيخش المحاكي مش هيطلع بمزاجه، ولو اتقتل جوه اللعبه هيموت كمان في الحقيقه. دي حاجه مخيفه جدا يا صديقي، بس انت لو في مكانه هتخش تلعب اللعبه ولا هتخاف؟ سيب لي ردك في التعليقات. يكون بطلنا شايف ان الكلام المكتوب ده هزار ويقول انا هخش انام، لكن بسبب صاحبه اللي عمال يشخر ما يعرفش صاحبنا ينام، وبسبب كده والملل اللي عنده يخش جوه المحاكي ويلبس الخوذه اللي جوه المحاكي ويقفل على نفسه الباب، وهنا يبقى المكان هادي جدا وما يسمعش شخير جين وو، ويغلب صاحبنا النعاس وينام فعلا. ويبدا نظام المحاكي يقول له بدء التعرف على اللاعب، لاعب مجهول، هل عاوز تسجل؟ لكن صاحبنا يكون نايم ومش حاسس باي حاجه، فالنظام يكمل تجاوزت الوقت المطلوب للإجابة، يتم البدء تلقائيا. وتكون اللعبة بتحمل بيانات صاحبنا وبياناته بتتسجل وهو نايم ولا هنا. وفجأة يفتح بطلنا عينيه يلاقي نفسه نايم جنب واحدة، ويخاف جدا ويقوم يتنفض من مكانه، والبنت تقول له كلام بلغة مش مفهومة. ويبص صاحبنا حواليه يلاقي نفسه في مكان أول مرة يشوفه، فيصحب بنته ويقول لها أنا فين؟ بس يكون معجب بجمالها، نمس صاحبنا ده. ترد عليه البنت بكلام تاني هو مش فاهمه، ويفتكرها بتقول عن اسمها، وعمالين هما الاتنين يتكلموا مع بعض ومحدش فاهم من التاني حاجة. ويقول لها يا ست هو انت صينية؟ بيفكر بالصيني. ويكون بطلنا متفاجئ جدا من الموقف ككل، ويحس ان لا حول له ولا قوه. وفجاه رساله من النظام تطلع قدامه مكتوب فيها لديك رساله غير مقروءه. يخاف جدا صاحبنا من رساله النظام، ولا اكنه شاف قدامه شبح، فيقوم مديها لكمه. ويتقلب صاحبنا من السرير ويلاقي النظام عمال يطلع رسائل ليه وهو مش فاهم فيه ايه، ويكون مكتوب فيها بما انك تجاوزت الوقت المطلوب للرد على النظام، شخصيتك اتعملت بشكل عشوائي، دلوقتي هتكتشف العالم الجديد. شخصيتك اسمها جين تاي كيونج، وانت ليك قدره هديه عشان انت اول مره تدخل العالم ده، وتكون القدره هي الترجمه. هل عاوز تحمل حزمه اللغات؟ يكون بطلنا مش فاهم اي حاجه في اي حاجه، والنظام يحمل حزمه اللغات بدون ما يستنى طي يجاوب. والبنت تقول له انت كويس يا سيد جين، وبطلنا يتصدم انه فعلا بقى فاهم كلامها. يعدي شويه وقت ويكون بطلنا باصص لوشه الجديد في المرايه ويقول لنفسه طيب انا دلوقتي داخل لعبه وانا بلعب اللعبه دي وانا مش فاكر دخلت ازاي اساسا، وفي نظام كل شويه يطلع يقطع لي الخلف. وتقاطع البنت تفكير طي تقول له من فضلك خد اشرب ده، انت شكلك ما صحيتش لسه. والبنت دي يكون اسمها وول هوا، ويكون بطلنا مندهش من جوده رسومات اللعبه، وبيبص للبنت وهو معجب بيها. وتقول له البنت انا ملاحظه انك فيك حاجه النهارده مش عاديه.
يقول لها حاجه ايه؟ تقول له ما اعرفش، لكن مش على طبيعتك، اكنك اتجنيت او فقدت عقلك. وهنا يطلع النظام تاني لبطلنا يقول له لقد بدات الدوره التعليميه، انت دلوقتي بتاخد خطواتك الاولى جوه العالم الجديد، اجمع المعلومات وتاقلم مع محيطك، وفي مكافاه لو عملت مهمات. والمكافآت هتكون كالتالي: مجموعة ثياب قوية، والوصول إلى ملف الشخصية، والوصول للتقنيات، والتقدم في سلسلة الأسئلة. ويكون بطلنا متنح ومش فاهم أي حاجة، ويقول أنا ما لعبتش ألعاب كتير زمان، لكن أظن إن الدروس التعليمية كانت بتخليك تصطاد أرنب أو تتعلم واجهة مستخدم. لكن يقول ماشي خلاص هسمع كلامه، ويبدأ في المهمات ويسأل البنت وهو متحمس عشان يجمع المعلومات: قولي لي كل حاجة تعرفيها عني. تكون البنت بتضحك على العبط اللي عمال يعمله طاي، تقول له بنت واضح انك زي ما بتقول الشائعات، بس انا مش عاوز اقول لك الشائعات لا تتضايق منهم. يقول لها وهو متحمس جدا: لا قولي لي انا عاوز اعرف. تقول له بنت ماشي انت اللي طلبت. ويعدي وقت طويل ويكون تاي جمع عدد كبير جدا من المعلومات الخاصه بيه. يكون عايش في عاصمه مقاطعه شانشي المعروفه باسم تايوان، ويكون عايش في بيت نياهم بتوع السيكو سيكو. والبنت اللي كانت معاه اللي اسمها وول هو تكون مضيفه رفيعه المستوى في النزل ده، وهو عنده 20 سنه، والابن الاصغر لعائله جين اللي عايشه في تايوان. والعائله دي تكون عائله غنيه جدا وذات شأن، وبتمثل مقاطعه شانشي، وكانوا بيتصدوا لقطاع الطرق وبيدوا الطعام والامدادات للناس خلال المجاعه او الجفاف، عشان كده الناس بتحترم عائله جين. ويجي هنا اشعار من النظام لبطلنا ويقول له انت جمعت معلومات متعلقه بعائله جين في تايوان، والجايزه انك هتحصل على لقب ابن نبيل. ويكون تاي سعيد جدا انه من عيله غنيه، لكن البنت بتمحي السعاده دي لما تقول له بس انا سمعت ان عائلتك عندها مشاكل جواها. بص يا تاي، انتوا عندكم مشكلتين، الاولى ان في قسم السيف الصاعد بيحاول يستولي على موقع القياده في شانشي، اما الثانيه وتقول له وهي بتوشوشه كده ان الابن الثالث لعائله جين عامل مشاكل. يقول لها تاي ايوه دايما في اوغاد زيه بيعملوا مشاكل في اي عائله غنيه وكويسه. وبعدين يسكت كده ويقول لها استني، هو في كام ابن العائله دي؟ تقول له وهي بتضحك 3 يا اخويا. يكتشف بطلنا ان هو الابن العاقل اللي عامل المشاكل ده. وهنا النظام بيطلع عشان يقول لبطلنا انت حصلت على لقب جديد وهو عار على العائله، وان مهمه جمع المعلومات تمت بنجاح. يكون بطلنا متضايق قوي انه حصل على اللقب ده، والبنت تكون عماله تضحك على تصرفاته لان طاي هو الشخص الوحيد اللي شايف النظام. يقوم بطلنا من مكانه وهو بيقول لنفسه انا طولت هنا، انا لازم اطلع من اللعبه دي، انا المفروض الاقي شغل في حياتي الحقيقيه، انا اتطردت من النقابه. ويبتسم بطلنا وهو بيقول لنفسه كانت مده قليله لكن انبسطت فعلا، ويرفع صباعه للسقف ويقول بعلو صوته تسجيل خروج، لكن ما يحصلش اي حاجه. ويكون الوضع اغرب ما يكون، والبنت تكون مكسوفه لطاي ويفضل يدبدب على الارض خرجوني من هنا خرجوني من هنا، البتاع ده مش شغال ليه؟ ويفضل يحاول ينطق الكلمه بكل شكل لكن مفيش فايده. والبنت تكون مشفقه جدا على طاي، وفجاه النظام يبعت 100 رساله لطاي مره واحده انه ما ينفعش يطلع، ويحس طاي انه اتحبس للابد في اللعبه دي، ويفتكر انه كان مكتوب في الدليل ان اللاعب مش هيقدر يطلع بكيفه، ولو مات في اللعبه هيموت كمان في الحقيقه. ويكون بطلنا استسلم خلاص لفكره انه اتحبس في اللعبه. وهنا يطلع النظام باشعار لقد اكملت هدف التاقلم مع محيطك، ويحصل طاي على كل الجوائز اللي النظام وعده بيها، واتفتح له الجزء الثاني من المهمات. يتنقل بينا مشهد وبطلنا يكون في عربه وبيقول لنفسه انا بقالي 3 ايام بحاول اطلع من اللعبه ومفيش فايده، كان امل ان شخص ما في العالم الحقيقي ينقذني لكن مفيش فايده، الحل الوحيد اللي قدامي ان اكمل مهمات النظام ده وازود مستواي، يمكن ساعتها اقدر اطلع من اللعبه. ويفتح بطلنا النظام يقول له النظام عاوز تبدا في الجزء الثاني من البرنامج التعليمي. بطلنا يوافق ويبدا النظام في توضيح المهمات والجوائز. النظام يوضح له انه خلاص قدر يجمع المعلومات فعلا، لكن لسه العالم الجديد ده مش مألوف بالنسبه له، لكن من دلوقتي لازم يبدا يعتمد على قوته الوحيده وهي النظام. الاهداف في المهمه دي انك تقسم نقاط حالتك في ملفك الشخصي ونقاط قوتك في قائمه المهارات، وتجهز مواد وتزودها في مخزونك. والمكافآت انه هيحصل على رمح حاد وهيتقدم في المهمات. يقول طاي لنفسه تمام المهمات دي مش صعبه، ويفتح الملف الشخصي ويلاقي معلوماته قدامه. المستوى العاشر، الاسم جين تاي كيونج، الوظيفه محارب من الدرجه الثالثه، الشهره 0، اللقب ابن النبيل مفعل حاليا، اللقب الثاني عار على العائله مفعل حاليا، وتكون كل السمات عنده 10 والنقاط المتاحه 100 نقطه. ويكون لقب ابن النبيل ولقب الابن العار ليهم تاثير على احصائيات بطلنا، الاثنين زي بعض بالظبط، الاحصائيات 5 والشهره 50، لكن واحده بتزود وواحده بتنقص، اكنك يا ابو زيد ما غزيت. ويكون بطلنا مش مصدق اللي شايفه، ازاي احصائياته متدنيه كده والقابه سيئه، حتى مستواه واقع خالص. ويبدا بطلنا في رفع احصائياته وقوته بحذر شديد، وضع 30 نقطه في القوه و30 في التحمل و40 في الرشاقه، ويحس طيب بطاقه قويه جدا بتملى جسمه، وكان حس بنفس الاحساس لما قوته استيقظت في العالم الحقيقي من 7 سنين. وهنا النظام بيقول له ان مستوى الوظيفه اتقدم للمستوى الثاني، وانه اكمل مهمه توزيع النقاط. بعد كده يخش بطلنا على نافذه المهارات ويلاقي كل المهارات عنده غير متاحه، والحاله البدنيه 10 والحاله الداخليه 10 والنقط المتاحه 100. والنظام يوضح له انه لا يمكن ان يستخدم فنون الدفاع في الوقت الحالي بسبب عدم ممارسته ليها، فهو نسي كل حاجه. يكون بطلنا متعصب من الشخصيه اللي بيلعب بيها دي، وبدا يهدي نفسه عشان يوزع نقاطه.
ويبدا يوزع 60 في الحاله الجسديه و40 في الحاله الداخليه بناء على اللي كان متعلمه في العالم الحقيقي واسلوب القتال اللي متعلمه. وهنا جسمه يتبدل تماما ويمتلئ بقوه مهوله ويكون متحمس جدا للقوه اللي بيديها له النظام ويكون اتمم من المهمه الثانيه ويوصل لاخر مهمه وهي المخزن ويكون في المخزن الثياب اللي كسبها من الجزء الاول من المهمات ويلاحظ انه ممكن يبدل ملابسه باللي موجوده في المخزن عن طريق اوامر للنظام وبكده يكون بطلنا خلص كل مهمات الجزء الثاني والنظام يكافئه بجائزه وتكون الرمح الحاد لكن احصائياته ما تكونش قويه ويكون طاي مش مبسوط بيه. وهنا النظام يقول له بدأنا في الجزء الثالث من التدريب لكن فجأة سواق العربة يتوقف ويقول له انهم في مشكلة ويقول له النظام ان المهمة الثالثة انه هيتقاتل مع قطاع طرق عشان يطبق اللي اتعلمه والمكافأة للمهمة دي انه هيتعافى تماما وهيتقدم في سلسلة المهام. وهنا تظهر المرة الأولى عقوبة الفشل وتكون عقوبة الفشل في المهمة دي هي الموت. يبص بطلنا العصابة اللي قدامه ويلاقيهم جاهزين بأسلحتهم ويكون متعصب جدا من السواق العجوز ويقول له بقى دي المشكلة الصغيرة اللي بتقول عليها ويكون عددهم 6 ويكون السواق أول مرة يواجه قطاع طرق في المكان ده ويقول للسواق أكيد هم حمقى عشان يحاولوا يسرقوا داخل أراضي عائلة جين ويقول بطلنا في نفسه طبعا مش بمزاجهم ده بسبب انهم متعلقين بالمهمه اللعينه ويكون العجوز بيستعد للقتال ويكتشف بطلنا هنا انه مش سواق عادي ده مقاتل عنده اساليب الدفاع عن النفس. يهددهم قائد العصابه ويكون لقبه جانج سام ذو ال1000 قوه ويقول لهم انتوا ما سمعتوش عني قبل كده ولا ايه. يبدا قائد العصابه والعجوز يشتموا ويهددوا في بعض لكن يرجع العجوز لبطلنا ويقول له لازم تطلع لهم وتعلمهم الادب بنفسك انا سمعت عنك انك قوي جدا وانك نسل جين السماوي وانك عبقري سيف كمان. جين يقول له بص يا حاج واضح انك غلطت في العنوان انت بتقول ايه. الحاج يكون متحمس جدا ويكمل شتيمه في العصابه وطي عيني عشان عارف اللي فيها بيحاول يهديه ويقول له يا حاج انا مش الابن التاني للعائله انا التالت يا حاج يا حاج. ويكمل العجوز العصابه انتوا مش عارفين مين ده نسل جين السماوي السيد جين مو كيونج. يقول جين للسواق بس انا مش مو كيونج انا تاي كيونج. هنا العجوز يكون مصدوم جدا ويقول لحظه انت طاي. يقول له ما انا عمال افهمك بس انت اللي كنت متحمس قوي ومش سامعني. يقول العجوز يعني انت الابن الثالث عديم الفائده. ويقع العجوز طبيب ساكت من الصدمه ويضحك اعضاء العصابه على المسرحيه اللي قدامهم دي ويقول قائدهم لطاي انا هسيبك عايش لو سمعت كلامي. يبدا يقيم طاي الوضع ويقول انا دلوقتي 1 ضد 6 في العالم الواقعي انا قتلت ضد 6 جوبلينز قبل كده لكن الرجاله دي مختلفه. وهنا يقطع واحد من العصابه تفكير بطلنا ويحدف عليه الفاس لكن الفاس حتى ما يوصلش لبطلنا ويقع قبليه ويقول بطلنا لنفسه هم كلهم اضعف جدا من قائدهم اضعف حتى من الجوبلينز اللي واجهتهم قبل كده اعتقد اني استطيع هزيمتهم. ويرفع بطلنا ايده الاثنين اكنه بيستسلم وقائد العصابه يقول له انت ذكي انك استسلمت. ويبدا بطلنا يتجه ناحيتهم وتكون العصابه عماله تشتم في طاي وتينو لانه الابن العاقل للعائله وانه كمان استسلم ليهم وبيضحكوا عليه. وفجاه يقفز بطلنا بقوه هائله ويفتح المخزن ويستدعي سلاحه ويطعن القائد في لمح البصر في صدره ويقضي عليه ويجيب له النظام انه استطاع هزم قائد العصابه من المستوى العاشر وان مستواه ارتفع وحصل على 10 نقاط حاله وزيهم نقاط قدره وفتح تقنيه ممارسه عائله جين. يكون باقي العصابه مصدومين بعد ما تم القضاء على قائدهم ويقول لهم جين بوجه مخيف مين اللي عليه الدور. يبدا يتوسل اعضاء العصابه لطاي انه يسامحهم والنظام يبدا يطلع نوافذ انهم استسلموا وان جين اتم المهمه وحصل على الجوائز وان شهرته زادت 10 نقاط واتفتح له الجزء الرابع من سلسله المهمات. يفوق السائق العجوز هنا من غيبوبته يكون مصدوم باللي عمله طاي ويقول له انت عملت كل ده انت متاكد انك مش الابن التاني طيب. يتعصب عليه طاي ويقول له يا عم انا التالت وبطل تسالني ويلا بينا نمشي. ويتنقل بينا المشهد للعالم الحقيقي ويكون طاي وجين وو بيتكلموا عن العاب المحاكاه. يقولوا ان الشائعات اللي بتقول انها بتبطئ الوقت مش صحيحه هي بس بتديك بيانات جوه عقلك تحسسك انك قعدت مده اطول لكنها بتكون اقل وبما ان مخك مش مصمم لكده فمعظم المعلومات اللي خزنتها جوه اللعبه لما تطلع هتختفي. ونسبه الاختلاف بين اللعبه والعالم الحقيقي ان كل 3 ساعات في اللعبه بتساوي ساعه في العالم الحقيقي. يرجع المشهد لبطلنا في اللعبه ويقول انا كده بقالي 3 ايام في اللعبه دي يعني عدى عليا في العالم الحقيقي يوم واحد مش مفروض اكون صحيت دلوقتي. يكمل بطلنا ويقول بس مسير جين وو يصحى من النوم ويطلعني من الكبسوله دي. ويبدا بطلنا يشوف وصف تقنياته اللي اكتسبها من المهمات اللي فاتت وتكون تقنيه رمح عائله جين المستوى الاول. الوصف فنون دفاع عن النفس الخاصه بعائله جين وممكن تكتسب مزيد من التقنيات باستخدام الوظائف القتاليه. ويلاقي تكمله الكلام في النظام انت احيانا غير قادر على استخدام التقنيه دي بسبب الرموز القديمه. ويلاقي تقنيتين كمان جداد تقنيه القدمين الاساسيه وتقنيه تدريب عائله جين ويقول انا ما استخدمتهمش قبل كده لكن يلاحظ ان مستوى تقنيه تدريب عائله جين مستوى القمه عكس باقي التقنيات يكونوا من المستوى الاول بس. ويبدا النظام يوضح لبطلنا مهمات الجزء الرابع ويكون الوصف ان تاي دلوقتي فاقد التحكم في نظام التشي. هدف المهمه التحكم في نظام التشي المكافئات صندوق العناصر والاحساس بالتشي والانتقال الى المهمه الاساسيه لكن الفشل هيؤدي للموت او انحراف التشي. يخاف بطلنا ان النظام عمال يهدده بالموت لو فشل في اي مهمه تاني ويقول بطلنا لنفسه هل المفروض اقبل المهمه واخاطر بحياتي ولا استنى جين وو يصحيني. لكن تيجي رساله من النظام انه محتاج رد دلوقتي. بطلنا يرفض المهمه لكن النظام ما يكونش مستعني طاي ولا مهتم بكلامه ويقول له ما ينفعش ترفض المهم. يكون بطلنا مش فاهم طب ليه من الاول
قلت لي اختار. النظام يقول له تاني ها هل تقبل المهمه، يرفض بطلنا تاني ويكون متعصب جدا مش عاوز يقبل، لكن النافذه فيها اختيارين بس والاثنين يكونوا قبول، والمهمه تتقبل غصب عن طاي. يعني عليك يا طاي يا ابني، امك داعي عليك. ويكون طاي بيصرخ سحقا عليك ايها البغيض، وهنا يقصد النظام وعمايله فيه، ويبدا النظام يطلع لطاي نوافذ تانية، وكل ما يرفض طاي اي طلب للنظام او سؤال النظام يوضح له انه تم القبول التلقائي، ويكون جين هنا فقد اعصابه تماما من النظام، وتبدا الدنيا تلف بطاي ويلاقي نفسه في مكان كله ابيض، وفي عجوز بيناديه يقول له تعالى هنا. يقول طاي لنفسه هل المفروض العجوز ده يكون هو المساعد بتاعي؟ يطلب منه العجوز انه يقعد. يقول بطلنا لنفسه انا كنت معتقد عشان اتحكم في التشي لازم اقعد بوضعيه اللوتس. العجوز يقول له الضعفاء بس اللي بيتمسكوا بالتفاصيل دي، اما اسياد الدفاع عن النفس مش مهتمين بالكلام ده. وهنا يكتشف طاي ان العجوز ده بيقرا افكاره. يقوم العجوز ويمشي باتجاه طاي، وفي لمح البصر يخبط طاي خبطتين في جسمه، ويقول له العجوز ما تقلقش انا فتحت العروق الخاصه بيك، ركز انت بس. ويبدا العجوز يفهمه نظام تدفق التشي واهميته لفنانين الدفاع عن النفس، ويعلمه ازاي يتحكم فيه. ويبدا العجوز يقول على طاي تعويذه، طاي مش فاهم ولا كلمه منها، وفي ضوء يظهر في جسم طاي بالكامل، والنظام والعجوز بيقولوا لطاي اتبع الضوء. وهنا تطلع نوافذ النظام ان طاي اتعلم التحكم بالتشي، وخلص الجزء الرابع من المهمه، واكتسب تقنيه التحكم بالتشي، وتخلص جسمه من التشي الفاسد، وبكده يكون بطلنا خلص كل البرنامج التعليمي. وبدات المهمه الاساسيه، ويعود طاي تاني للعربه وجسمه يحوطه هاله من التشي، وفي اللحظه دي يوصل طاي لمقاطعه عائله جين في تايوان. نكمل حكايتنا ان بطلنا اكتشف جواه قوة تانية خالص غير التشي، او بمعنى اصح منبع تاني للتشي، ويخاف انه يحاول يستخدمه بسبب تهديد النظام ليه انه لو فشل في المهمة هيموت. ويكون بطلنا وصل لارض عائلة جين، ويكون عاجبه جدا المكان، ويطلب طاي من السائق انه يبطأ ويفعل تقنية الاحساس بالتشي وتكون بدون مستوى، وتكون مرحلتها هي الاتقان الاول. والتقنية دي بتمكنه من تحديد الأشياء ضمن 30 مستوى من طاي، ومع التقدم بالتقنية نطاق التقنية بيزيد. ويبدأ بطلنا يتخيل قوته زي قوة المسح الضوئي من دراجون بول لو انتم متابعين الانمي يعني. ويبدأ بطلنا في تفعيل التقنية ويحس بكل حاجة حواليه، ويكون شايف إحصائياتهم ويكون سعيد جدا بالتقنية. وتكمل الحاجات الحلوة اللي بتحصل لبطلنا إن تجيله رسالة من النظام إنه يستعد إنه يخرج من العالم ده، وده هيحصل لما يتم المهمة الأساسية، وإنه لازم يكون أكثر قوة وشهرة استعدادا لليوم المعهود. وتكون أهداف المهمة الأساسية إنه يوصل للدرجة العليا من المهمة الأولى، ويوصل لمستوى 30 ويحصل على 500 نقطة شهرة، والمكافأة هتكون تسجيل الخروج. يكون بطلنا هيعيط وسعيد جدا. وهنا يوصل بطلنا للبوابه ويوقفهم الحراس ويسالوا عن هويه الشخص، ويقول للسواق للجندي احنا جايين من نزل السيكو سيكو. يسالوا الجندي وليه ممكن يجي شخص من نزل سيء السمعه ده لبيت عائله جين، لكن طاي يتدخل ويقول احم احم انا هنا، ويقفل الباب عليه ويقول للجنود كملوا عملكم الجيد يا شباب. يفتح الجندي الشباك على طاي ويقول له انزل لي، ويبقى طاي مصدوم جدا ازاي جندي بيكلم حد من ابناء العائله بالشكل ده. يقول طاي للجندي انت شكلك مشوش، انا عايش هنا. الجندي يقول له فيها ايه ما انا كمان عايش هنا. بطلنا يقول لا 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 انت شكلك فاهم غلط، انا الابن الثالث لعائله جين. فالجندي يقول له طب ما انا عارف يا اخويا عشان كده بقول لك انزل عشان نقوم بالنظام المعتاد. ويبقى طاي مش فاهم حاجه، وينزل طاي ويبدا الحارس يساله عن الاسم والانتماء والسن ومستوى فنون الدفاع عن النفس وجاي منين. يجاوب بطلنا على كل ده، لكن الحارس ما يكونش مصدق انه وصل للمستوى الثاني في فنون القتال. واضح جدا ان شخصيه بطلنا القديمه في عالم اللعبه قمامه زي العالم الواقعي. ويبدا الجندي في التهكم على طاي ويقول له شوف العيب، قاعد في نزل السيكو سيكو لعده ايام، انت اكيد انفقت كم هائل من الاموال هناك، جبت الفلوس دي منين؟ سفلقتهم من العيله كالعاده ها. ويكون بطلنا منزعج جدا من الكلام ويبان عليه، ويقول له الجندي مالك متضايق ليه ما هي دي عادتك. ويكمل الجندي اسمح لي مع اني مجرد جندي انصحك توقف عن تلطيخ اسم العائله وحاول انك تبقى انسان محترم. هنا بطلنا يكون متعصب جدا، بس انا فاهمه عامه يا اصحابي، ما هو ما يعرفش المصايب اللي عملتها الشخصيه قبل ما يخش جواها. ويكون الجندي سايبه وماشي فيطلب منه الطاي التوقف، ويهجم طاي على الحارس ويقول له انت ميت لا محاله. ويتنقل بينا المشهد لشخص شكله مسؤول عن الحراس، وبيتكلم مع شخص ثاني بيقول له ان الجندي ده عنده ولاء شديد للعائله لكن عنده شويه عزه نفس. الشخص اللي قدامه بيقول له خش في الموضوع. يكمل الشخص ان الجندي اتخانق مع السيد طاي، ويكون اللي بيكلمه المسؤول ده هو زعيم عائله جين. فبيقول له الزعيم ده شيء متوقع منه. فزعيم عائله جين يقول له طب انا عاوز اتكلم مع الحارس. يقول له الشخص المسؤول ما هو كمان يا عيني في المستشفى، طاي سبب له اصابات خطيره. ويطلب منه الزعيم انه يمشي، ويكون باين عليه السعاده جدا. ويتنقل بينا المشهد اللي حصل بين طاي والجندي، ويكون طاي عمال يهاجم لكن مفيش فايده، كل هجماته بيتم تفاديها، والجندي عمال يستهزئ بيه ويهاجمه في نفس الوقت. ويقول طاي لنفسه انا اعتقدت اني قوي جدا لما اتغلبت على قطاع الطرق، لكن واضح ان في اختلاف هائل في المستوى. وطاي عيني يكون بياكل علقه سخنه قوي من الجندي ده لكنه ما يستسلمش، وفجاه ينطحه اسفل وجهه لكنها للاسف ما اثرتش فيه. ويكون الجندي ده اسمه هيوك مو جين ومن مستوى ال20. يقول بطلنا لنفسه انا لازم ابطل كلام وابدا ارفع مستواي، ويعني هيوك يكون بيعدم طاي العافيه. يرجع المشهد لبطلنا وهو في المستشفى وبيبدا يصحى، ويقول له الطبيب انه فقد الوعي لمده ساعه، ويكون جسمه مليان كدمات واصابات، ويطلب منه انه يرتاح. ويفتح بطلنا ملفه الشخصي ويلاقي ان مستواه زاد وعنده نقاط متاحه لتوزيعها، ويوزعها كلها في خانه التحمل. ويقول يمكن لو كنت وزعت النقاط صح كنت هفوز، لكن لا هو في فرق مهول في المستوى، كده ما كنتش هقدر. انا لو عايز اهزم شخص زي ده لازم اتقن فنون الدفاع عن النفس.
وفي اللحظه دي يخش زعيم العائله عليه ويسال الطبيب عن حالته، ويكون تاي منبهر بقوه الزعيم ونظام التحقق من اللي تشي مش قادر يحدد مستواه، ويكون الزعيم بيزعق في تاي والطبيب وبيقول كان لازم رجله كمان تتحطم، ويكون الزعيم بيتجهز انه يكمل على تاي وبيطلب من الطبيب انه يمشي دلوقتي، ويكون تاي بيتحايل على الطبيب انه ما يسيبهمش لوحدهم وينقذه، لكن الطبيب لا حول له ولا قوه، يضطر يمشي، يتجه الزعيم ناحيه تاي ويكون تاي هيعملها على نفسه من الخوف، ويقول له الزعيم انت امتى هتكون شخص كويس وعاقل وتبقى مسؤول وتبطل اللي بتعمله ده، لكن يمسك الزعيم ايد تاي برفق، لكن في الناحيه الثانيه بيعلي صوته وبيقول لو فضلت تتصرف كده هتتلقى عقاب شديد، ويكون بيسمع الناس اللي خارج المكان، لكنه في الحقيقه بيكون مبسوط انه اطمن على تاي وانه كان شجاع واتخانق مع الجندي حتى وهو متاكد انه اضعف منه، ويكون ده طبع الزعيم انه حنين عليه جدا وبيحبه، لكن بيتظاهر انه بيعاقبه وبيعنفه عشان كلام الناس، لكن تاي ما يكونش فاهم كده لانه لسه داخل الجسم ده جديد، فبيعمل نفسه انه فاقد الذاكره لان تاي مش عارف ان ده اخوه ولا ابوه ولا مين بالظبط، فبيبدا الزعيم يحكي له على كل حاجه، فبعد فتره يعيد عليه ويساله ها بعد ما قلت لك انا مين، يقول له تاي انت جين وان كيونج زعيم العائله وسنك 35 واعزب، يكمل واي يقول له ها وايه كمان، يرد عليه تاي والدنا مسافر حاليا وامي متوفيه من 10 سنين، يقول له تمام، وبالنسبه للاخ الثاني يقول له تاي النسل السماوي جين مو كيونج 25 سنه وهو دلوقتي في معبد بوابه السماء، ويطلع بعدها بطلنا من المستشفى بعد عده ايام، ويكون اخوه واي كيونج بعت له شخص يكون معاه ويفهمه كل حاجه، ويبدا ياخده في جوله في البيت ويقول له كل حاجه فيه، ويقول له العامل ده لو احتجتني هتلاقيني فين، ويكون تاي مندهش جدا من فخامه بيتهم ومساحته والحاجات اللي فيه، وبعدين يخش المكتبه ويلاقي لفافه اسمها 3 تقنيات اقدام للحرب، ويطلع له النظام ويبدا يقول له 3 تقنيات اقدام للحرب، النوع لفافه قتاليه المستوى الثالث، ويكون وصفها انها اكتر تقنيات القدم الاساسيه للحرب الواقعيه، يكمل النظام هل عاوز تتعلمها، ويلاقي بطلنا ان مكتوب ان تقنياته عددها 3 من 10، فيقول واضح ان في حد للتقنيات اللي اقدر اتعلمها، فيرمي اللفافه من ايده كده وتكون المكتبه مليئه باللفائف، ويقول انا مش هضيع تقنياتي على فنون الدفاع من المستوى الثالث وهحشي نفسي بافضل الفنون. يتنقل بينا المشهد لواي كيونج اخو تاي وبيكون منهمك في العمل، وبعدين بيتجه هو والمساعد بتاعه للمنزل، لكن يلاقي شمعة مكان اقامه تاي مضيئه في الوقت المتاخر ده من الليل، ويكون مساعد واي كيونج بيقول له فكك منه يا زعيم ده تلاقيه بيشرب او حاجه، وانا متاكد ان موضوع فقدان الذاكره ده هو بيمثل فيه مش حقيقي، وبعدين يسمعوا صوت من اوضه تاي، يقول المساعد لنفسه هو تاي قلبه جابه وان يجيب واحده هنا للمنزل كمان، ويبص واي كيونج على تاي من الشباك ويكون مصدوم، ويقول المساعد بتاعه تعالى بص بسرعه على تاي، ويكونوا الاثنين مصدومين جدا من اللي شايفينه، هو ده فعلا تاي، ويكون تاي بيتدرب على لفافه من لفافات فنون القتال، هو اي نعم بيكون بيعبط ومش عارف يظبطها صح لكن على الاقل بيحاول، واخوه واي يكون سعيد جدا بيه، وبعد مده طويله من التدريب يطلع له النظام ويقول له ان عمال يتقن العديد من التقنيات، ويكون تاي منهك جدا وبيلتقط انفاسه بالعافيه ومحاط بالاف من لفيفات الدفاع عن النفس، ويكون بعد التعب ده كله تقدمه ضعيف جدا بالرغم من صعوبه الاتقان المبالغ فيها، ويقول صاحبنا لنفسه بعد ما طلع الصبح عليه انه هيتوقف عن التدريب اليوم ويتجه لمكان اقامته، ونشوف بطلنا هو بيتامل ومحاط بالليتشي الخاص بيه، ويكون من فوائد تعلمه للتشي انه ما يتعبش بسهوله ودايما منتبه، بل وكمان اصاباته بتشفى بسرعه جدا. نروح هنا لواي كيونج ويكون سعيد جدا وطلب من مساعده انه مش هيشتغل النهارده، وتكون سبب سعادته ان تاي اخوه بيجتهد وبيبذل كل ما في وسعه انه يتعلم فنون الدفاع عن النفس، لكن يقطع مساعده سعادته ويفكروا بالمشاكل اللي بيواجهوها مع الشيوخ، ويتعكر مزاج واي ويقول له انهم مزعجين جدا، ويقول مساعده شكله شايل ومعبي من بطلنا تاي دي 5 مره يختلس اموال من العائله، انا حتى مش عادد المسروقات التانيه، ولو كنا ملتزمين بقانون العائله كان زمانه اتطبق عليه الاعدام، دي معجزه انه لسه عايش. يكون منزعج الزعيم قوي من كلام المساعد بتاعه، يكمل المساعد بس انا بقول الحقائق وكل العيله شايفه زي كده، انت يا زعيم بتشوف تاي ان اخوك الاصغر المحبوب لكن بالنسبه للجميع محدش بيحبه. يتعصب جدا واي كيونج ويقول لمساعده انت عندك مشكله مع اخويا حاسب على كلامك، يقول له المساعد يا زعيم انا بس خايف عليكم محبط بسبب تاي ومشاكله، انت بتفقد منصبك ببطء للشيوخ دول، فيقوم واي كيونج من مكانه ويقول له عندك حق دي هتكون الفرصه الاخيره لتاي. يكون المساعد عاوز الزعيم يرجع في كلامه ويعاقب تاي، لكن الزعيم يقول له انا قلت كلام نهائي، هو مش بس فقد ذاكرته لكن اصبح شخص مختلف تماما بسبب كده، وهنا تيجي فكره عظيمه قوي لواي كيونج، ويطلب من المساعد بتاعه وي بينج انه يطلع امر باسم الزعيم، ويكون كالتالي ان بسبب مشاكل تاي هيتحبس في كهف التدريب لمده طويله جدا من الزمن لحد ما الزعيم ينهي العقاب، يتجه المساعد والجنود ناحيه تاي ويكتفوه ويقودوه ناحيه الكهف، يكون تاي غاضب جدا ويقول لهم هل دي جزاتي اني سالتكم عن مكان تاني للتدريب، وايه قصه لحد ما الزعيم ينهي العقاب، انتوا مجانين. هنا مساعد واي كيونج يستخدم تقنيه الادراك الروحي وبيكلم تاي وبيوصل رساله لتاي محدش غيره سامعها، وتكون دي تقنيه متقدمه جدا، يقول المساعد لتاي ممكن انت مش على علم بالكلام ده لكن لازم تاخد بالك انت عليك رقابه دقيقه جدا، كان ممكن العقاب يكون اسوأ من كده لكن للتجنب ده الزعيم حب يتولى الموضوع بنفسه، انما بالنسبه لمده العقاب فهل تعتقد ان الزعيم واي هيحبسك للابد؟ الموضوع مش هيزيد عن اسبوع واحد يعني،
فطيب بجح يقول له طب ما تخليهم 3 ايام بس. يبص له المساعد بغضب ويقول له توقف عن الشكوى. ويكون طاي هدي بس يكون عنده فضول انه يحدد قوه المساعد، لكن النظام يجيب له نفس الرساله اللي جت لما حب يحدد قوه اخوه واي، فيمشي معاه طاي بدون اي مقاومه وحاطط لسانه جوه بقه. يوصل المساعد والجنود للكهف وهم مكتفين طاي، يكون الزعيم واي كيونج مستنيهم هناك، ويبدا يقول لطاي انا زهقت منك ومن افعالك وبسبب كده انا حكمت عليك بالحبس الانفرادي، هل عندك اي اقوال؟ يقول له طاي عشان يكمل التمثيليه انا هقبل اي عقاب، ويكون عامل نفسه ندمان. يقول للزعيم للجنود احبسوه في الكهف، ويستخدم الزعيم تقنيه التخاطر ويقول لطاي انا زودت الكهف بكل حاجه ممكن تحتاجها، اتمنى لك التوفيق. ويبقى طاي مبسوط جدا من اخوه انه بيساعده. ويعدي بينا الوقت ويكون الزعيم والمساعد بتاعه في المنزل الخاص بعائله جين، ويكون قلقان جدا على طاي، والمساعد بيطمنه انه هيكون كويس. ويقول للزعيم ان مشاكل طاي ومشاكل العائله الداخليه والخارجيه بتخليه متعب جدا، خصوصا الاجتماع السري لهؤلاء الناس بيجعلني قلق جدا. والناس دول يا صاحبي بيقصد بيهم طائفه سيف قمه هينج اللي في الجزء الاول المضيفه في النص حكت ليها لطاي انهم يكونوا تهديد على العائله. ويكون الزعيم واي بيستعد ليهم انه بعت جواسيس ومجهز الجنود في مقاطعه شانكسي. ونرجع تاني للكهف المحبوس فيه طاي، ويكون عمال يستخدم لفائف في القتال عشان يحصل على التقنيات، وبيجتهد جدا في تدريباته. والنظام عمال يوضح ان بالفعل بيتقن التقنيات بنجاح. مش بس كده، ده كمان احصائياته بتزيد والمستوى بتاعه بيزيد، وبيكون المكان مجهز على اعلى مستوى. ويكون طاي مبسوط جدا وعاوز يفضل لمده اطول، لكن يجي له النظام ويقول له انت تعاني من التعب والجوع، لازم تاكل وتسمح لجسدك انه يتعافى. لكن بطلنا بيكون عاوز يستغل الوقت افضل استغلال، ويفتكر ان اخوه سايب له حبوب الدواء في الكهف. وطاي يكون شايل شويه منهم في مخزن النظام، يستدعي الحبايه وتكون وصفها انها حبوب محشوه بكل انواع الحبوب والاعشاب، وعند استهلاكها بيتم استعاده التشيل داخليه وبتحدث اثار اضافيه، لكن تكون ريحتها وحشه جدا زي مخلفات الجوبلينز. لكن بطلنا يكون مصمم جدا على التقدم، فياكلها بدون تفكير ويلاقي مفعولها قوي جدا ولحظي، والنظام بيقول له ان تعبه وجوعه اختفوا، بل وكمان احصائياته زادت ب2 لمده ساعه. يطمع بطلنا وتعجبه التاثير اللي بتعمله الحبوب، فيفضل ياكل منها بدون توقف، لكن النظام بيوقفه وبيقول له انت تعديت لحد المسموح بيه، وكل ده ما كانش ليه تاثير، وعقابا ليك على جشعك هتتشل لمده ساعه. والله انا ما عارف اقول ايه، اخره الجشع وحشه، الطمع يقل ما جمع. وعاوزك تقول لي يا صاحبي لو انت مكانه هتاكل الحبايه البشعه دي ولا هتسيبها؟ يعدي الوقت ويكون بطلنا لسه بيتعلم التقنيات الجديده ومستواه بيزيد في نفس الوقت، لكن المشكله ان كل ما بيتقدم التعلم بيكون اصعب. لكن بطلنا ما بيبطلش يحاول، لكن وهو بيحاول بيكتشف انه ممكن يدمج تقنيتين مع بعض، بل وممكن يقويهم مع بعض في نفس الوقت. وهنا يتكلل تعب بطلنا في الاخر، ويخبط حته الكهف بالرمح خبطه تعمل فجوه مهوله فيها، لكنه يتعب جدا ويفقد الوعي. ويتنقل بينا المشهد لمكان اقامه طاي في العالم الحقيقي، ويكون صاحبه جين وو صحي من النوم ولاحظ انه نام في سرير طاي، ولقى طاي نايم جنبه جوه كبسوله، ففتح الكبسوله وشال الخوذه من على طاي ويقول له يلا ننزل ناكل. وطاي يقول له ماشي يلا بينا، لكن انت هتعزمني. لكن يكون باين على طاي ان هو مش متزن، لكن ما نلحقش نشوف حصل ايه، ويتنقل المشهد تاني للعالم المحاكي، ويكتشف طاي انه وصل للمستوى ال13 وكل تقنياته زاد مستواها، والنظام كافئه بالمكافاه القصوى وهي خاتم قوي جدا بيسمح له انه يزيد من احساسه بالامان والهدوء. ويبدا طاي يوزع نقاط الاحصائيات الجديده ويقول انا لازم اكمل تدريب عشان ابقى اقوى. في اللحظه دي النظام بيقول له ان في مهمه جديده، وهي نمط التدريب متاحه ليه، تقدر تستدعي خصوم سابقين اللي قتلتهم قبل كده، لكن لو الخصم ده مستواه يتخطى مستواك مش هيكون ممكن انك تتخلص منه. ويجيب له النظام خصمين عشان يستدعي واحد منهم. اول خصم جانج سام الصلب المستوى العاشر زعيم العصابه لو فاكرين، وهيوك موجين المستوى ال20، ويكون ده الجندي اللي كل طاي علقه سخنه على اول المنزل. وبطلنا يستدعي هيوك الجندي ويكون شبهه تماما، والنظام يقول له انت تقدر تعدي المستوى الخصم المستدعى، ويقلل بطلنا مستوى هيوك ب50%، ويبدا التدريب. ويدور ما بينهم قتال حاد، والاثنين بيتفادوا هجوم بعض، ولكن القتال يكون مايل ناحيه طاي، والفعل طاي يهزم محاكي هيوك لكن بنسبه 50% بس من قوته، ويحس ان ده ما كانش قوي كفايه، فيزيد مستوى المحاكي الى 100% من قوه هيوك، ويبدا القتال هنا. لكن في اللحظه دي يتنقل بينا المشهد لمنزل عائله جين، وتكون منظمه سيف قمه هينج وصلوا للمنزل الاجتماع بعائله جين. يرجع تاني لبطلنا في الكهف ونشوف انه تمكن من هزيمه هيوك ومندهش جدا من قوته، انه بس بتعلم بعض التقنيات وزياده في مستوى هزمه بسهوله جدا. لكن يقول في هنا عدم تكافؤ، انا بقاتل بسلاح لكن هيوك لا. ويقول عشان القتال ده يبقى متكافئ انا هدي هيوك تقنيه الرمح وتقنيه القدم واداله سلاح زيه، ويقول بكده انا هقدر احدد ايه اللي ناقصني في فنون الدفاع، لان القتال هيكون عادل. ويبدا القتال، لكن هنا هيوك يكون مختلف تماما، تحركاته اخف واقوى عن قبل، ويهجم هيوك على طاي، لكن طاي يتفادى الهجوم بسرعه، ويجمع هيوك قوه التشي ويبدا يهجم ويكون شكله مخيف جدا، لكن بطلنا بحركه واحده يلف من خلفه ويقسمه نصين. وبسبب ان الخصم كان قوي جدا بالرغم من المحاكي، لكن احصائيات طاي تزيد ويوصل لمستوى ال14، ويكون هدفه انه يوصل لمستوى 15 قبل ما يطلع من الكهف. وهنا يتفتح باب الكهف ويجي له مساعد الزعيم واي ويقول له عدت 5 ايام مسموح ليك انك تمشي. ويكمل مساعد الزعيم ان في مكان لازم تروح له على طول، لازم تذهب الى القاعه السياسيه، زعيم العائله واي مستنيك هناك. وخلي بالك يا طاي الاعضاء المحترمين من العائله الرئيسيه هناك، وكمان طائفه سيف جبل هنج. يكون طاي مش متحمس للفكره وخايف ويحاول يتهرب منهم، لكن مساعد يبص له بغضب فيمشي معاه بطل.
بطلنا، وتكون في اشاعات ان شخصيه تاي القديمه حاولت تتهجم على الانسه الشابه لطائفه سيف جبل هنج، لكن بطلنا يقول له اكيد لا، انت عمرك ما تصدق عني كده صح؟ مساعد يقول له بدون ما يفكر لحظه واحده مصدق. يكون بطلنا محبط جدا انه حتى ما فكرش في الاجابه، والمساعد يقول له تاي الزعيم واثق فيك جدا ما تخذلهوش. ويخشوا قاعه الاجتماعات ويكون العائلات متجمعين وبيتناقشوا بصوت عالي، ويقول المساعد بصوت عالي الاخ الثالث وصل. كلهم يلتفوا ويبصوا له وعلى وشهم ملامح الغضب، ويكون تاي مش فاهم في ايه، ويبدا يمشي ناحيه التجمع لكن يسمع صوت خطوات من خلفه، وإذ في ثعبان عملاق جدا بيهاجمه من خلفه، والنظام بيقول له انت تكتشف شهوه الدم، لكن يكون الثعبان ده وهم بيوضح نيه القتل عند الشخص اللي واقف خلف تاي. ويكون تاي خايف ويبص على مين الشخص ده ويقول له انت مين يا عم انت؟ النظام بيوضح له ان اسمه لي سيون جون من المستوى ال30. ويكون سيو غاضب جدا من تاي ويقول له انت ازاي ما تكونش على علم. ونكمل قصتنا بعد ما يكون تاي وسيو اتواجهوا، وكل اللي في القاعه قاعد مستني يشوف ايه اللي هيحصل، وتكون الاجواء مشحونه جدا. يقول سيو لتاي سيد جين انا سمعت عن رجوعك، كنت فين كل ده؟ يبقى بيلمح على موضوع التهجم على شاب طائفه سيف جبل هنج، ويجيب له مستندات ان تاي كان في نزل تاني قبل اللي صحي فيه في اول القصه، ودخل على الانسه الشابه في غرفتها وكان سكران ساعتها. يجاوب تاي على الكلام والمستندات ان ده مش اثبات كفايه وما ينفعش تاخد كلام من شخص واحد. وهنا اتعصب جدا سيو ويقول له انت لسه عمال تكذب وتلف وتدور، ويحدف المستندات في وش تاي. يغضب جدا بطلنا وزعيم عائله جين من الاهانه دي ويبصق على المستندات. في اللحظه دي يسحب سيو سيفه ويقول له خلينا ننهي الموضوع ده بمواجهه. النظام هنا يطلع لتاي ويقول له بدات مهمه المواجهه، افعالك جابت لك عواقب وخيمه وواجب عليك تنظفها بنفسك، وشرف عائلتك على المحك، وما قدامكش غير حل واحد. الهدف الفوز في المواجهه، المكافاه لقب المنتصر وزياده في المستوى و50 نقطه شهره كمان، ولو فشلت هتحصل على لقب مهووس السيكو سيكو وهتتصاب اصابه حرجه. واحب افكركم يا اصحابي ان مستوى سيو 30، يعني ده ضعف مستوى بطلنا تاي. يقطع سيو تفكير بطلنا وهو بيشوف هيقبل المهمه ولا لا، ويقول له انت مش هتهرب مني، ولو عملت كده كل عائله جين هتدفع الثمن. يتعصب جدا اعضاء عائله جين ويقول له انت ازاي تتجرأ وتقول كده، والنظام يحدث المهمه ويقول له لو انت ما قبلتش النزال عيلتك هتخش في حرب مع طائفه سيف جبل هنج وانت هيكون اسمك عدو الطائفه. يتدخل زعيم عائله جين عشان يقلل من حده التوتر اللي حاصل ويقول بص يا سيو انا هتغاضى عن كل اللي قلته ده وهقول ان دي زله لسان. يقول سيول زعيم عائله جين واي كيونج زله لسان وهتتغاضى؟ انا مش جاي هنا لوحدي بدون دعم، انا معايا كل الصلاحيات من زعيم الطائفه والدي. فيقول واي كيونج طب انت عاوز ايه دلوقتي؟ يقول سيو انا عاوز نزال مع الوغد تاي. لكن واي كيونج ما يكونش سهل، يقول له انا ما بتكلمش عن كده، انا بتكلم عن هدفك الحقيقي. يبان سيو هنا على حقيقته ويقول وهو بيبتسم ابتسامه خبيثه طالما انت كشفتني انا هقول لك الحقيقه، انا عاوز اسحب سلطتك انت من تايوان، تكون عائله جين على اخرها من الولد سليط اللسان ده. ويقول له واي كيونج كلامك ده مرفوض. يقول له سيو خلاص يبقى سيبني انا وتاي نتقاتل. يرفض واي كيونج الطلب ده كمان، فيقول سيو هو مبسوط وواضح ان دي كانت خطته من البدايه، اذا هي الحرب. يتنهد تاي ويستعد انه يتدخل عشان يلم الموضوع. يقول حسنا انا هتولى الامر من هنا، ويستدعي رمحه من مخزن. ويكون ده وسط دهشه من كل الموجودين حتى اخوه المساعد، ويكون الزعيم واي كيونج خايف على تاي جدا. وتاي يقول لسيو هو بيستعد للقتال خلينا نخلص الموضوع ده ما بيننا. ويبتسم سيو بكل خبث ان اخيرا تاي وافق يقاتله وهيقضي عليه. ويتنقل بينا المشهد لساحه القتال في منزل عائله جين، ونشوف تاي وسيو واقفين قدام بعض بيستعدوا للقتال. ويكون تاي خايف جدا من فرق المستوى اللي ما بينهم، لكن سيو بيبقى واقف وبيتوعد لتاي. لكن واي كيونج زعيم العائله يستخدم تقنيه التخاطر ويقول لتاي اهدى وخد نفس عميق واياك تخاف، لو حصل حاجه انا هتدخل بنفسي انا معاك. ويطمن بطلنا شويه انه على الاقل مش هيتقتل. ويقول سيو لتاي انا عاوز اسالك قبل ما نبدا ايه اللي خلاك توافق على القتال وانت حثاله ما اتعلمتش فنون القتال وعايش حياتك كلها في الهلس؟ يقول تاي لنفسه ساعتها هو ده كان حلي الوحيد، اولا بسبب النظام، وثانيا بسبب اني كنت هبقى عدو للعائله وطائفه السيف في نفس الوقت، فده كان افضل حل عندي. لكنه يقول لسيو انا شايف ان عندي فرصه ضدك اني اهزمك. يضحك سيو جدا على تاي ويقول له انه واخد وجاهل لكن على الاقل عنده عزه نفس. لكن تاي ملامحه تتبدل ويقول له انا هسالك سؤال، انت اللي مخطط لكل ده صح؟ وهنا يا اصحابي تاي يقصد اشاعه انه تهجم على السيده الشابه لطائفه سيف جبل نينج. يتعصب جدا سيو لانه حس انه اتكشف، ويبدا الهجوم على تاي في ساعتها وهو بيتوعد له انه هيقضي عليه. لكن تاي يصد هجوم سيو بسلاحه ويفضل سيو يهاجم، وتاي يا دوبك ملاحق يتصدى للهجمات. ويكون حاسس بالفرق العالي بين مستوياتهم، لكنه يكون واثق من جواه انه في النهايه هيفوز. ويكون سيو بدا يحس بفقدان الامل ان تاي بيتصدى لكل هجماته. وفي اللحظه دي تاي بيبخته بهجمه في وجهه باسفل الرمح، ويكون كل الموجودين في الحلبه منصدمين من قوه وشجاعه تاي اللي ما كانوش متوقعينها. ويبدا ينزف سيو من فمه ويفعل طاقته ويكون مليء بالغضب. لكن تاي يهدد سيو ويقول له بعد اللي بتعمله ده انا هعجنك، ويضحك ضحكات شريره متقطعه. ويجيب له النظام ان حاله الخوف اللي كانت مسيطره على تاي انتهت خلاص. وهوب بطلنا يدي سيو ركله هوائيه يخليه يفقد سلاحه ويقذفه بعيد جدا. يقوم سيو ويبدا يهجم تاني على تاي بالسيف، لكن بطلنا يكون بيتفادى كل هجماته بكل سهوله ورشاقه. ومش بس كده لا، ده بيبدل الهجمات دي بهجمات اقوى في
جسد سيو مسح بوشه بلاط الحلبه، واتباع سيو يكونوا مندهشين وعاوزين يتدخلوا في القتال عشان ينقذوا ابن زعيم طائفتهم، فيسحبوا سيوفهم ويقولوا المنافسه دي انتهت خلاص، ويكونوا بيبداوا ينزلوا الحلبه، ويكون مساعد الزعيم واي بيقول ازاي يتجرأوا انهم يخشوا الحلبه ويبصوا على الزعيم يلاقيه اختفى من مكانه، ونلاقي الزعيم انتقل في لحظه امام اتباع سيو ولكن واحد منهم افقد وعيه، ويبدا يكمل ضرب في الباقي ويقول لهم ايه الهراء اللي اتفوهتم بيه ده، ويكونوا خايفين جدا منه، ما هو مش اي حد، ده الزعيم الصغير لعائله جين. ويرجع واي كيونج مكانه تاني ويقول له المساعد بس اللي انت عملته ده ممكن يعمل لنا مشاكل، يقطع الزعيم ويقول له ما يتكلمش، ويقول غالبا دي اعظم لحظه في حياتي، ويكون فخور جدا بتاي. ونرجع تاني للحلبه ونشوف سيو هو مذلول من بطلنا تاي ومش مصدق اللي بيحصل له ده، وتاي بيقول له انجز واستسلم عشان انت كده كده اتحط عليك. يغضب جدا سيو ويحس بالذل والمهانه، ويبدا يكون طاقه بين ايديه، ويكون تاي اول مره يشوف التقنيه دي، ويبقى واضح انها تقنيه من تقنيات التشي، وينطلق سيو باتجاه تاي بسرعه جنونيه، لكن تاي يكون مستعد وبيوجه السلاح ناحيه وجه سيو، لكن يقول تاي لنفسه انا ما ينفعش اقتله، فبيبعد السلاح من امام سيو لكن يجرحه وهو بيبعد السلاح، ويحاول سيو يصيب تاي بتقنيته، لكن تاي يفادي نفسه بسلاحه، لكن سيو يستخدم ايده التانية عشان يباغت تاي بهجمه من الاسفل، وفعلا يصيب تاي في وجهه، لكن تكون الاصابه طفيفه، وتاي تجنب اغلب الضربه، ويقوم تاي نازل عليه بقلم خدامين على وشه ويعدمه العافيه، ويكون سيو استخدم كل طاقته في الهجوم اللي فات ده، ويكون حرفيا وشه اتعمل جزامه من تاي، وينهي تاي القتال بلكمه في بطن سيو، ويقع سيو مهزوم، وكل الموجودين ما عدا طائفه سيف جبل نينج بيهتفوا لتاي، والنظام هنا يطلع ويقول ان تاي اكمل المهمه وحصل على المكافآت وزود مستواه ومستوى تقنياته، ويتنقل بينا المشهد لواي كيونج والمساعد بتاعه، ويكون المساعد غاضب جدا ان الزعيم ساب كل شغله وقعد يعمل لوحه، وتكون اللوحه دي بخصوص قتال تاي وسيو، ويكون الزعيم سعيد جدا وفخور بتاي وباللوحه اللي رسمها، ويكون المساعد كمان مندهش من قوه تاي الجديده، وفجاه تيجي رساله للزعيم لكن ما نشوفش محتواها، ويقول للزعيم لدينا مشكله، ونروح لسيو اللي يكون فاق ويلاقي نفسه في عربه، ويكون بيحلم بتاي، وده اللي صحيه من النوم مفزوع، ويكون ندمان وزعلان جدا انه انهزم من تاي، وتوعد انه هينتقم ويقتله كمان، لكن فجاه في ابره تخش في جبهه سيو، واضح كمان انها مسممه، ويظهر شخص من العدم ويكون مش باين وشه، ويقول لسيو السماح لك بالعوده لطائفه سيف جبل هينج هيحطنا في موقف صعب، ويكون سيو بينزف من فمه وواضح انه بيموت خلاص، ويشيل منه الابره المسممه ويقع سيو ميت مكانه، والسم يكون انتشر في كل انحاء جسمه، ويختفي الشخص الملثم ده ويقول وداعا سيد سيو، ويتنقل بينا المشهد لبطلنا تاي ويكون بيتامل في الكهف وبيقوي التشو الخاص بيه، ويكون سعيد جدا انه بقى اقوى وقادر يهزم شخص من مستوى ال30، لكن في مشكله واحده وهي هجوم سيو الاخير عليه اللي اتفادى بطلنا معظمه، لكن اصابته كانت قويه، فيتوصل بطلنا ان التشي هو السبب في القوه المهوله دي، ويكون بطلنا مستواه زاد ل17 وبقى محارب من المستوى الثاني والشهره 10 ويمتلك 4 القاب، ويبقى لسه قدامه وقت طويل جدا لحد ما يتمم اللي النظام طالبه منه، ويبقى متضايق قوي خصوصا ان التشي الخاص بيه ما بيزيدش، لكن يفتكر انه لما ايقظ التشي اللي جواه كان جواه مصدر تاني للتشي، لكنه خاف يستخدمه ساعتها لانه ممكن يموت في اللعبه وبالتالي هيموت في الحقيقه، لكن واضح انه لازم يستخدمه دلوقتي. ونروح لمنزل عائله جين ويكون واي كيونج عامل اجتماع مستعجل مع اعضاء العائله، ويخش عليهم فجاه الاجتماع شيوخ العائله ويقدم لهم كل اللي في المكان التحيه المناسبه، ونلاقي كل اللي في الاجتماع عمالين يقولوا كلام مش مفهوم وبيشاوروا على تاي، وبيكون تاي مش فاهم حاجه، وواحد من الشيوخ بيبص له قوي ومتنح فيه، لكن واي كيونج يستخدم تقنيه التخاطر ويقول لتاي ان ده رئيس العائله الاكبر وهو يكون جدك ولازم تحترمه جدا، ويكون بيقول له كده طبعا عشان فاكر ان تاي فاقد الذاكره، ويقول له ما تبينش انك خايف، كل اللي طالبه منك انك تجاوب بصراحه، ويكون تاي مش عارف هو بيحصل ايه هنا اساسا، ويطلب واي كيونج من الجميع الصمت، ويبدا يسال تاي بما ان الزعيم في غياب ابي هسالك بداله، هل انت اللي سممت سيو جيون من طائفه سيف جبل هينج؟ يكون تاي مصدوم ومش فاهم حاجه، ويجاوب على واي واضح جدا ان ماليش علاقه بالتسمم ده، يسال واي كيونج وبقيه العائله هل عندك دليل على كده يا تاي؟ يقول لهم تاي وهو محبط مش مفروض يا شباب ان تبين على من ادعى ولا ايه؟ يغضب جدا اعضاء العائله من وقاحه تاي، لكن احد الشيوخ يهديهم ويقول لهم انا عندي سؤال واحد بس، هو كل ده بدا ليه اساسا؟ كل اللي في المجلس يقولوا كل ده بسبب الواد تاي وقله ادبه ومشي وبطال، ويكون كل العائله ضده، لكن يطلع 2 من العائله ويدافعوا عنه، واحد منهم يكون هو اللي كشف على سيو قبل ما يمشي وفعلا ما كانش مسمم، لكن في واحد زنخ وبايخ ولطخ يقول انا بقول اننا نسلم تاي لطائفه سيف جبل نينج عشان نتجنب الحرب بسبب انهم اقوى من عائله جين ومش هيكون في مصلحتنا القتال، ويكون مبتسم وحاسس ان كلامه لقى استحسان ومقنع، لكن هنا يغضب جدا الاخ الاكبر واي كيونج ويقول له انت عاوز تضحي بحياه اخويا الاصغر بدل ما يكون عندك دليل واضح؟ ده اللي بتقوله صح؟ يخاف اللطخ جدا ويقول لا انا بس قصدي. يكمل واي كيونج وهو مشتعل هل دي حاجه ينفع يقولها احد اسياد العائله؟ لكن يهدي واي نفسه قبل ما يعمل حاجه في اللطخ ده. يكمل واي كيونج القتال كان عادل وتسمم سيو تم من قبل شخص تاني، انا متاكد انكم واثقين ان دي الحقيقه، لكن السؤال هنا انتم مستعدين تسلموا نفسكم للعدو بدافع الخوف؟ احنا ممكن نكون ما نعرفش مين اللي قتل سيو ولا مين السبب انه يجي اساسا، لكن اللي متاكدين منه ان طائفه جبل سيف نينج هي اللي بدات استلال السيوف،
دلوقتي في حاجه واحده بس في ايدينا، وهي اننا نواجههم وجها لوجه بدون خوف. ويكمل واي: عاوزين تعيشوا؟ عاوزين تحموا العائله؟ لو هو ده فعلا اللي عاوزينه ابداوا في جمع قواتكم وابداوا الاستعداد للقتال، او ممكن بدل كل ده تعرضوا حياه اخويا للاوغاد دول. ودي فكره مش سيئه لو كنت عايز تعيش كخائن ذليل. سقفه يا جدعان، والله سقف على الخطبه المهوله دي من واي كيونج. بصراحه هو شخصيتي المفضله في القصه. حابب اسمع رايك كمان، مين هي الشخصيه المفضله ليك في القصه لحد دلوقتي؟ واشترك في القناه واعمل لايك كده وكومنت جدعانه منك حبيبي. اسيبك مع القصه. هنا زعيم الشيوخ يقف يسقف كمان لواي على الخطبه الجميله دي ويقول له: انا معجب جدا بيك، هو ده الاسلوب الصح لقياده العائله. ويلف وشه ويقول: ازاي شخصيات اساسيه في العائله تقترح اننا نسلم حياتنا للعدو من اجل ايقاف القتال؟ لما نكون على حافه الحرب من المهم ان العائله تتحد. ويلف العجوز لواي ويقول له: ايه رايك اننا نسلم اللطخ ده بدل طاي؟ ويكون اللطخ خايف جدا، لكن واي كيونج يقول للجد: ما ينفعش نعمل كده، اللطخ ده كان مخلص للعائله لسنوات عديده، انا هتغاضى عن كلامه كانه زله لسان. وينتهي الاجتماع والجد يقول لواي نيابه عن المجلس: وانا كرئيس شيوخ ممتن جدا لفضلك. ويكون بيعتذر له، ويكون كل اللي في المجلس بيلوموا نفسهم وبيقولوا: احنا السبب، ما تعملش كده. لكن طاي ما يكونش مرتاح للي بيحصل ويحس ان في حاجه بتطبخ من تحت لتحت. ويبتسم رئيس الشيوخ بخبث. وهنا يخش احد الجنود ومعاه رساله من طائفه سيف جبل نينج ويسلمها لواي كيونج، ويكون محتوى الرساله: اعداء الاداء تحت السماء. ويكون معناها بدايه الحرب وانهم ما ينفعش يعيشوا تحت سماء واحده. ويصرخ زعيم العائله: استعدوا جميعا. ويطلع النظام في الوقت ده لطاي ويقول ان الطائفه اعلنت القتال، ولو هربت هتبقى في حاله سيئه، بل كمان هتواجه سوء حظ. المهمه الاساسيه بدات الان وهي الحرب. وتعدي الايام وتكون عائله جين بتجمع قواتها من كل مكان وبيستعدوا. والنظام يقول لبطلنا على المهمه ان الحرب بدات والقوه هي الحل الوحيد لاثبات قيمتك، وعشان تنجو لازم تكون الاقوى. الهدف هنا جعل طائفه سيف جبل نيانج تستسلم او تقضي عليهم. مكافاه المهمه وعقوبه الفشل يكونوا مش معلومين. يكون الزعيم ومساعده وطاي متجمعين، ويقول للمساعد ان نيه رئيس الشيوخ مبهمه. ويسالهم طاي عن ماهيه جده. يجاوب الزعيم انه سيد دفاع عن النفس اللي حقق واحده من اعلى الممالك الروحيه وعنده معرفه هائله، والناس اللي زيه بيبقوا من اقوى الناس في العالم. ويكمل انه من الاشخاص المتلاعبه بيمشي كله زي ما هو عايز بدون ما يبان. ولما خد صفنا في الاجتماع انا متاكد ان عنده دوافع خفيه. يقول المساعد: كلهم يستحقون الموت، كلهم خونه. لما زعيم الشيوخ قال نعدمهم اتمنيت انك تقبل ده يا زعيم. يجاوب واي كيونج: لو وافقت كان هيكون في نزاع داخلي، ممكن ده اللي كان عاوزه زعيم الشيوخ من البدايه، لكن كل ده توقعاته مش متاكدين من حاجه. وفي النهايه لو هو حليف فهو حليف قوي جدا. وبيوجه رساله لطاي: بص يا طاي، دايما خلي بالك منه وابدا ما تكونش عدوه. يقول المساعد هنا ان كمان حالتهم في الحرب دي مش احسن حاجه. الشائعات انتشرت اننا سممنا سيو وسمعه العائله بتتناقص. ويشك الزعيم ان في شخص هو السبب ان الشائعات دي تنتشر بالشكل ده. ويسال الزعيم المساعد: احنا طلبنا مساعده من عده طوائف، حد جاوب علينا؟ يقول له: هي طائفه واحده بس اللي جاوبتنا، وتكون الطائفه دي طائفه المنطقه السفليه. وطبعا باين من الاسم انها طائفه مش ولا بد. واخيرا جت فايده لقله ادب طاي ومشوا ببطال. وهنا ينتهي الفيديو، وشكرا جدا لو وصلت لحد هنا. حابب اوضح اللي هيتم بعد كده، ويا ريت لو عندكم اقتراحات تقولوها. ان شاء الله في الفيديو الجاي هيكون بقيه حكايه زها الشيطان المجنون، وهنمشي في القصتين مع بعض، فيديو لزها وفيديو لطاي، عشان نكون مش مقصرين مع حد خالص. وما تنسوش الاشتراك وانكم تعملوا لايك، واسف على الاطاله. صلوا على النبي.